المهم ان الفحوصات دي كانت نتيجتها اني انا عقيم، يعني ما ينفعش اخلف عيال ابدا، ومن هنا بدأت معاناتي. بيقول صاحب القصة: انا اتجوزت من يجي 18 سنة، اتجوزت من بنت عمي وخلفنا 4 اولاد وبنت. زوجتي كانت انسانة صالحة ومكافحة، حنونة عليا وعلى عيالي. كنت عايش حياة مستقرة لحد ما من فترة كده تعبت وكان عندي مرض البروستاتا. كنت بعاني من ألم شديد واضطريت إني أروح على المستشفى وأعمل شوية فحوصات. المهم إن الفحوصات دي كانت نتيجتها إني أنا عقيم، يعني ما ينفعش أخلف عيال أبدا، ومن هنا بدأت معاناتي. أنا أول ما ظهرت النتيجة دي اتجننت، إزاي أنا عقيم وإزاي ما ينفعش أخلف أطفال؟ أمال الأطفال اللي عندي دول اللي أنا خلفتهم جم منين؟ يا الله، الشيطان ابتدى يلعب ويدور في دماغي، وقلت خلاص أنا لازم أعمل تحليل دي إن إيه للأطفال دي علشان أتأكد إذا كانوا أطفالي أنا أو لأ. وقررت إني آخد خصل شعر من الأطفال دول وأعمل تحليل الدي إن إيه. طبعا أنا مش عاوز أي حد يعرف أي شيء عن الموضوع ده، فقررت إني آخد منهم خصل الشعر وهم نايمين، لأن زوجتي لو كانت عرفت حاجة عن موضوع التحليل ده مستحيل كانت هتسامحني، مستحيل. المهم أخدت الخصل ووديتهم معمل التحاليل وقلت لهم عاوز أعمل تحليل دي إن إيه. صاحب المعمل قال لي طيب هعمل لك التحاليل دي، بس النتيجة بتاخد شهر علشان تظهر. شهر؟ انا اتضايقت جدا، شهر مدة كبيرة، مش هقدر استنى كل ده. قال لي التحاليل دي حساسة ولازم تطول علشان النتيجة تطلع دقيقة. قعدت افكر انا هعمل ايه لحد ما النتيجة دي تظهر، وازاي هتعامل طول المدة دي معاهم. انا كنت مصدوم جدا من كل اللي بيحصل معايا. رجعت على البيت وما كنتش حاسس بنفسي، كنت متضايق ومخنوق لأقصى حد. كنت بس بفكر وبقول لنفسي يا الله لو الأطفال دول طلعوا مش أطفالي، أنا متعلق بيهم وبلعب معاهم وبحبهم وبيحبوني، إزاي كده؟ إزاي يبقوا مش أولادي؟ والشيء ده كان أكتر شيء مخوفني. أفتكر وقتها أول ما دخلت البيت جم أولادي يجروا عليا كالعادة، فضلوا يبوسوني زي كل مرة برجع فيها على البيت. بس في اللحظة دي كنت بفكر وأقول يا رب أنا لسه بحبهم، بس لازم أبطل أتعلق بيهم لأن ممكن يطلعوا مش أولادي. المهم صدتهم وبعدتهم بعيد عني ودخلت على أوضتي، لأن الشيطان كان مدخل في دماغي فكرة إنهم ممكن يكونوا مش أولادي، علشان كده بعدتهم عني ورفضت حتى إني أحضنهم أو ألعبهم. زوجتي لاحظت اللي أنا عملته بس قالت يمكن مضغوط أو تعبان من الشغل. الفترة دي كانت صعبة عليا، هجرت زوجتي وبقيت أنام في أوضة لوحدي، وبقيت بس بتخانق معاها ومع الأولاد وبضرب فيهم طول الوقت، قاعد على أعصابي وقلبي كان قايد زي النار مستني نتيجة تحليل الدي ان ايه. وكنت بقول لنفسي لو دول طلعوا مش أولادي أنا مش قادر أستوعب إن زوجتي الطيبة النقية دي تخني مع راجل تاني. المهم مرت الأيام عليا طويلة، اليوم كان بيعدي عليا كأنه سنة. كنت على أعصابي وزوجتي ما كانتش تعرف حكايتي ايه، ما كنتش بقعد معاهم ولا بكلمهم ولا حتى باكل معاهم طول الفترة دي. طبعا الشيطان فضل يوسوس لي بزيادة، فقعدت أفكر وخطط إني لازم أحط كاميرات جوه البيت وقدام باب الشقة علشان أراقب زوجتي وأشوفها بتروح فين وبتيجي منين ومين بيجي معاها ويدخل عندي في الشقة. المهم فعلا ركبت الكاميرات وبقيت موسوس، لا عارف أنام ولا عارف آكل ولا أشرب، ما وريش حاجة غير إني قاعد براقب الكاميرات على تليفوني 24 ساعة، ما وريش أي حاجة غير إني براقب في الكاميرات. وكل يوم لمدة شهر كامل فضلت أراقبها لو طلعت من البيت أو أي حد دخل عندها. المهم أصلا ما كانش حد بيدخل عندنا في البيت ولا هي كانت بتخرج حتى من البيت. الشيء ده خلاني أتعصب بزيادة، يعني حتى عمري ما شفت منها أي شيء غلط. لاحظ الحالة الصعبة اللي كنت فيها دي، واحد من أصحابي جو قال لي إيه حكايتك بالظبط؟ أنا حاسس إنك متضايق، حاسس إن في شيء حاصل معاك، متغير ومتوتر وعلى طول مخنوق. قلت له والله أنا هقولك إيه اللي بيحصل معايا لأني مش عارف أتصرف لوحدي ولا أفكر. الموضوع يا سيدي إني اكتشفت إني عقيم فجأة، والدكاترة قالوا لي إنه ما ينفعش أجيب أطفال خالص. صديقي قال لي يا ابن الحلال استعيذ بالله من الشيطان، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ الكلام ده أكيد في حاجة غلط، ومتخليش الشيطان يلعب بدماغك ويخرب حياتك ويزود شكوكك ويخليك تشك في زوجتك. قلت له أنا شكيت فيها وخلاص، وأنا أخدت شعر من شعر عيالي ورحت عملت عليها تحاليل دي إن إيه. قال لي ها طيب تمام، إيه طلع معاك في التحاليل دي؟ قلت له لا والله لسه ما طلعتش النتيجة، التحليل عايز له شهر علشان يظهر، وأنا من اليوم ده قاعد على نار وبحرق في أعصابي. المهم مر الشهر ورحت على المعمل وسألتهم على النتيجة، قالوا لي شوف النتيجة لسه ما طلعتش. قلت لهم ليه؟ انتوا قلتوا شهر وعدى الشهر. قالوا لي والله احنا عندنا ضغط شغل والنتيجة دي دقيقة وهتحتاج اسبوع تاني او اسبوعين علشان تظهر.
انا هنا اتجننت، ازاي هقدر اعيش اسبوع ولا اسبوعين تاني في العذاب اللي انا فيه ده؟ المهم قالوا لي ده اللي عندنا ومفيش معاك غير انك تستنى. طلعت من عندهم وانا مقهور، قلت يا ربي ازاي هتحمل استنى تاني؟ رجعت على البيت ورجعت لنفس التصرفات تاني مع زوجتي واولادي. ما كنتش طايقهم ولا بقعد معاهم، وكل التفكير اللي كان مسيطر عليا ساعتها ان دول مش اولادي، وإن زوجتي خانتني مع راجل تاني. لحد ما شفت في تليفوني شيء مرعب، شفت الدكتور اللي ساكن جنبنا على طول نادت عليه زوجتي ودخل معاها البيت، ودخلوا مع بعض على طول على الأوضة. أنا هنا اتجننت وكنت هموت من القهر، بقيت بجري زي المجنون. صديقي قال لي مالك في ايه، بتجري كده ليه زي المجنون؟ قلت له والله أنا هروح أقتلهم هما الاتنين، والله ما هخليهم، أنا هروح أذبحهم. ركبت عربيتي وجا ورايا صديقي ورحت على البيت، لقيت الدكتور ده قاعد مسكته وفضلت أضرب فيه. في اللحظة دي كنت فعلا هذبحه. فضلت زوجتي تصرخ وتقول لي ايه اللي انت بتعمله ده، انت اتجننت ولا ايه؟ وفضل صديقي يحاول يفك الدكتور مني، وقعد يقول للدكتور انا جيت هنا علشان ابنك تعبان ودرجة حرارته عالية، وابتدى يتشنج، وجت زوجتك تستنجد بيا علشان الحقها، وانا جيت اكشف عليه واطمن عليه. قعدت زوجتي تقول لي نفس الكلام، بتقول لي انا جبته علشان يكشف على الولد لانه تعبان، وده جارنا وانت عارفه وعارفني، وانت كنت في شغلك والولد تعبان جدا. ومع الخناق والزعيق والتشنجات والتعب اللي كانوا عند الولد، الحرارة كانت عالية جدا، الولد تعب جدا وتوفى، والدكتور ما قدرش انه يساعده وقتها، وانا ما كانش عندي اي رد فعل نهائي لما سمعت خبر وفاته. كنت قاعد اقول في بالي ده مش ابني، ليه هحزن عليه؟ المهم زوجتي انهارت قدامي وقعدت تصرخ وتبكي، كانت في حالة صعبة جدا ومش قادرة حتى تستوعب اللي حصل. انا كنت عايش حياتي عادي وما تأثرتش باللي حصل، الناس كانت بتيجي العزا وانا كنت قاعد ولا كأن اللي مات ده ابني، لان زي ما قلت لكم ان اللي كان مسيطر عليا في الوقت ده انهم مش اولادي. بعد عزا ابني ده بفترة شفت زوجتي وهي طالعة عندنا من المكتب اللي بشتغل فيه انا وصديقي. فضلت ابص عليها وراقبها، لقيتها طالعة من مكتب صديقي. بعد ما مشيت دخلت على صديقي وقلت له عامل ايه، اخبارك ايه؟ استنيت انه يقول لي ان زوجتك كانت عندي في المكتب، ومع ذلك ما تكلمش نهائي وما جابليش اي سيرة عن الموضوع ده. انا اتقهرت وابتديت اشك في صديقي ده هو وزوجتي، وجا الشيطان مرة تانية ولعب في عقلي، وعلى طول رحت على زوجتي اتخانق معاها. قلت لها انت ليه طلعتي من البيت ورحتي على المكتب، وليه ما قلتليش انك رايحة هناك؟ قعدت تبكي وتقول لي انا رحت عند صديقك اشتكي له منك ومن الحياة الصعبة اللي انت معيشنا فيها، انت عذبتني طول الوقت، مشاكل معايا ومع الاولاد، وبتضرب في الاولاد بطريقة صعبة، حتى ابنك اللي مات ده ما تأثرتش بيه ولا كأنه ابنك، ولا حتى بكيت عليه من اساسه. انا كنت عاوزاه يحاول يشوف لك حل لانه هو اقرب صديق ليك. فضلت ابص لها ومع ذلك ما كنتش مصدق ولا كلمة من اللي قالتها. رحت لصديقي وقلت له انت ليه ما قلتليش ان زوجتي كانت عندك في المكتب؟ المهم هو ارتبك وصوته كان خايف وبيترعش. قال لي انا والله للامانه كنت خايف منك، خايف من ردة فعلك، وقلت انت هتشك فينا اكيد وهتشك ان في علاقه بيني وبين زوجتك. انا سكت علشان كنت خايف على زوجتك منك. المهم قعدت كده وانا مش مستوعب اللي بيحصل، ومشيت من عنده من غير منطق ولا كلمه، ورحت على المختبر مره تانية علشان اشوف النتيجه. قلت لهم ها ايه الاخبار، النتيجه طلعت ولا لسه؟ قالوا لي ايوه نتيجه الفحوصات طلعت، والنتيجه طلعت مطابقه 100% ليك، والاولاد دول كلهم اولادك. طبعا انا هنا اتجننت، ركبت العربيه ورحت جري على المستشفى اللي عملوا لي التحاليل اللي بتقول اني عقيم. قلت لهم انتوا ازاي بتقولوا اني عقيم وانا هو عندي اولاد والتحاليل اثبتت انهم اولادي 100%؟ قالوا لي ايوه احنا كنا غلطانين، وانت ما كنتش من البدايه عقيم، وانت بقيت عقيم بسبب المرض اللي عندك، ولازم تعمل عمليه علشان ترجع سليم زي الاول. قعدت اتحاسبن فيهم وعلى الكآبه اللي عايشوني فيها كل المده دي، وعلى ابني اللي مات وما تأثرتش بيه. قلبي بقى زي النار، في وجع مش قادر اعديه، وكأن حزن العالم كله بقى في قلبي على موت ابني. المهم رجعت لزوجتي واولادي وطلبت منها السماح وقلت لها سامحيني، وقررت اني اعوضها على كل لحظة عملتها فيها معاملة سيئة هي واولادي. رجعت اهتم بيهم اكتر من الاول، وخليت كل وقتي وحياتي لزوجتي واولادي. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تتابعوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.